السلام عليكم. كشف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن استرجاع ما يعادل 22 مليار دولار من الأموال المنهوبة من قبل مسؤولين ورجال أعمال في فترة سلفه الراحل عبد العزيز بوتفليقة، وهي في مفاوضات حسبه لاسترداد ما تم تهريبه من أموال الخارج. وأكد تبون في حوار مع بودكاست الجزيرة أن مبلغ 22 مليار دولار يعادل فقط ما تم استرجاعه من الأموال المنهوبة في الداخل، في حين أن هناك مساعي كبيرة لاسترداد الأموال المهربة إلى الخارج، مبرزا أن الجزائر دخلت في مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن، وهو ما كان قد أعلن عنه خلال زيارة جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد قبل أسابيع للجزائر.